جريح ليس ككل الجرحى. صحيح شظايا قذيفة لميليشيا صالح والحوثي بمدينة تعز أصابت يده اليمنى، لكن لم تمس من معنوياته شيئا، فقذيفة سابقة بترت ساقه وفي جبهة القتال ولم تقلل من عزيمته أيضا. فبعكازتين ملطختين بدمه يواصل مصطفى القيسي مشواره في قيادة إحدى كتائب الجيش الوطني بعد أن قضى فترة سابقة كقائد ميداني في المقاومة الشعبية. القيسي لا يكل ولا يمل رغم الإصابتين، فتراه الملهم والمنسق والمنقذ والقائد. الإصابة طبعا هذا في شظايا قذيفة 105 أو كذا 106، والإصابة الأولى بتر الرجل قديمة، وعدة إصابات قديمة، لكن الحمد لله ما زلنا حتى آخر عرق من عروقنا ينبض سنلاحقهم وسنوقف لهم ونحن لهم بالمرصاد. أفراده بالجبهة الشمالية بمعنويات هي الأخرى لا تقل عزيمة عن قائدهم، فهم يحققون انتصارات على الانقلابيين رغم فارق العتاد والعدة. هذه مناطق مطلة على 60، من بعدها 60 العرسوم آخر موقع لهم، من بعده 60 إن شاء الله وصلنا قريبين. سيتم القطع الإمداد على الحوثيين من الجهة الحوبان والذكرة ومفرق شرعب. أرضي ومسقط رأسي في تعز، وعصابة من المتمردين أرادوا غزونا، فسندحرهم بكل ما أوتينا من قوة. لسان حال من في الجبهات. المعنويات في أوجها والمعارك على أشدها، وتقدم على قدم وساق، انتصارات في كل جبهات المدينة يوازي انتصارات الجيش والمقاومة في الساحل الغربي، يقول رجال الجيش والمقاومة هنا. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.